اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين آمين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، ربنا يبارك فيكم يا رب إن شاء الله. تنسوش اللايك يا حبايبي والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة الخميس عادي يا حبايبي، وزي ما انتوا عارفين عندنا الخميس احنا لازم الطبيخ. ابتدينا سخنين على طول كده. دي بصلة يا حبايبي، بس البصلة حمرا عشان كده لونها، وقطعتها كده وقلبتها وحطيت عليها قرنين فلفل دي بدل العصاج. يا عرفتوا هنعملوا ايه؟ هنعملوا صينية مكرونة بشاميل الاقتصادية بتاعتنا اللي من غير لحمة مفرومة. وادي المتة هنا طبعا البلكونة زي ما انتوا شايفين. المرتبة دي يا حبايبي كانت اتكبت عليها كوباية المية، فطلعوها على السور يعني تنشف، وبعد ما طلعوها حطوها كده في الأرض يلعبوا عليها شوية. هيلموا الغسيل. طبعا انتوا عارفين دنيتنا وعارفين يومنا. المتة كل واحد فيهن بيعمل حاجة، وانا بإذن الله هنطبخ النهاردة ليكم الغدا بتاع الخميس يعني. اتفضلوا معانا، معلش حاجة بسيطة. حبايبي كلكم على راسي من فوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنسوش الاشتراك يا حبايبي وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة، ودوسولنا لايك يا حبايبي عشان القناة ترفع شوية والفيديوهات تتشاف. ربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. البنت حيلم من الغسيل هنا، والنهاردة عاد بإذن الله حيلموا اللهم صل على رسول الله. حيلموا الصيف، حيلموا الشتوي وينزلوا الصيفي. في صيفي طبعا هن ما تلبش لسه، حيتغسل، واللي يقصر عليهن واللي تقطع واللي مالهش عازة كلها يركنن على جنب، والباقي كله كل وحدة تشوف هدومها تحطها في ظرفتها، واللي مش هيتلبس يتركن واللي يقصر يتركن، وينقضن هدومهن ويشوفن الدنيا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحة. عاد خلاص دلوقتي اشتخلص، روح اشتوجى الصيف. طبعا زي ما انتوا عارفين الصيف شلبي. الناس بتقوم وتقعد كده وتمسح وتروق وتنظف. بتبقى عايزة تستخدم المية على طول غير الشتاء. احنا عشان كده نقول عندنا نقول الصيف شلبي. شلبي يعني يحب المية ويحب الطلوع والدخول، غير الصيف غير الشتاء خالص يعني. الصيف غير الشتاء في القضيان، واللهم صل على رسول الله في الغسيل. غسيلك ينشف حالا. تستخدموا مية كتير، ما تتعبش من قضيانك. كده يعني. بس هو مشكلته في الفرهدة بتاعت الحر بس. حيلمن الشتوي كده الجواكت عاد والهدوم التقيلة يرفعوها فوق في الدولاب الدور الثاني. واللهم صل على رسول الله. وينزلن الصيف بتاعهن ويشوفن الصيف بتاعهن اللي هيتلبس طبعا، اللي عايز زرار، اللي عايز سوسته، اللي عايز اي حاجة. عاد شايفين انتوا الاول الغسيل جابوه من على الحبال، يطبقن غسيلهن الاول ويريحن الغسيل اللي كان على الحبال الاول، او يودوا كل غسيل يعني هيعزلوه دلوقتي كل غسيل يودوه مكانه. غسيل اختهم الكبيرة وغسيلي انا واختهم الصغيرة كده يعني. كل غسيل هيتعزل ويروح مكانه، وبعد كده هيبتدوا ينزلوا دواليبهم. يلا عاد شجعوهم يا حبايبي. زي ما انتوا عارفين دلوقتي الاجازات وابتدى هن معايا في البيت. عاد البصل عليها الطماطمايه. لا معلش، البصل عليها قرنين الفلفل، وحطيت عليهم شوية طماطم اللي كنا مسبكينهم صلصة دول، وحنسيبها تتسبك براحتها. دي بديل العصاج في المكرونة البشاميل. والله بتطلع جميلة وكده يعني، بسم الله ما شاء الله، كأنك عاملة مكرونة بشاميل. طبعا والبطاطس والملوخية اللي معانا على طول زي ما انتوا عارفين. يا حبايبي اللي متابعيني عارفين ان الملوخية والبطاطس مكتوبين معانا في القايمة. كل خميس بطاطس وملوخية. الحمد لله على كل حال. والله زي ما قلت لكم برضه قبل كده، عشان هن يعني في منهم مش بياكل الفاصوليا ولا اللوبيا معون سودا دي، ولا الكوسة ولا الصبانخ ولا الحاجات دي، فهم اكتر وكلة يعني بيتفقوا عليها كلهم، محدش بيعترض عليها، اللي هي البطاطس والملوخية. عشان كده بنضطر نعملها على طول البطاطس والملوخية، ونعمل جنبيها يعني اذا كان حباية رز، مفلفل، حباية مكرونة. اللهم صل على رسول الله. مثلا لو في شوية ويكة ولا حاجة، بس الملوخية لازم وضروري يعني. بس فالنهارده قلت مش هنعمل لهم رز، هنعمل لهم صينية مكرونة بشاميل كده اقتصادية من غير لحمة ولا أي حاجة. بسم الله ما شاء الله زي العسل.
وكانت جميلة خالص خالص والله. الحمد لله على كل نعم ربنا، الصحة والستر بالدنيا، مش كل حاجة الوكل والشرب. الحمد لله يا رب على كل حال. آه، دي هنا العلاج اللي جبت المليكة مؤقتا كده لغاية ما نوديها للدكتور في الليل. ده محلول معالجة جفاف يا حبايبي. وده كان الدكتور مديلية للمعدة عشان هي بترجع ترجيع فظيع. فبعت البت راحت جابتهم لي، فجت انا وبنخرط الملوخية، فقلت نوريه لكم يعني تشوفوهم معايا. دي الحقنة السرنجة اللي انا بنديها بها العلاج. بس فانا قلت نديها دول مؤقتا لان دلوقتي في الظهر يعني ما فيش دكاترة، كله هيجي في الليل. فقلت نديها العلاج اللي كان كاتب لي الدكتور قبل كده لغاية ما نروح تاني بإذن الله لي في الليل عشان تكون خفت، لأنها بترجع ترجيع فظيع والله. الحمد لله. هنا سلقنا المكرونة. لو عندي خل كنت حطيت لها معلقتين خل، مش هيخليها يلزقوا. الخل يا حبايبي مش بتخلي المكرونة تلزق. فعشان أنا كانت جزازة الخل خلصت، رحت حطيت نقطتين زيت عشان برضه المكرونة بتاعت البشاميل يا حبايبي مش بتتصفى، يعني اسفة مش بتتغسل، بتصفيها ما بتغسلهاش خلاص. فعشان كده انا حطيت لها نقطتين الزيت عشان ما تعجنش في بعضها. وبعد كده زي ما انتم عارفين ان المكرونة دي بالكيلو ومش بالكياس، يعني مش مكرونة مثلا من اللي هي المكرونة الغالية، لا مكرونة كياس عادية الحمد لله. وادي الملوخية وهنعملها كمان الطشة بتاعتها. عملتها معاكم كذا مرة قبل كده، فيعني ما حبيتش نعيدها تاني. ادي المكرونه بعد ما صفيتها هنحط عليها بدل ما نعمل طبقتين ونحط الحشوه في النص. خلطت المكرونه كلها بيها، قلت عشان تطعم وتبقى احلى وتبقى المكرونه كلها شاربه من البصله والطماطمايه اللي انا عملتها بيها السخينه، يعني السخينه اللي انا عملتها دي تبقى شاربه كلها. هنا حطيت كوبايتين لبن وثلاث كوبايات ميه. هي مية المكرونة اللي أنا حطيتها، حطيت بالظبط كوبايتين لبن وكوبايتين شوربة وكوباية مية مكرونة. خلاص يا حبايبي، حطيت عليها 5 معالق نشا وقلبتهم وحطيت لهم معلقة سمنة. وبسم الله ما شاء الله إن البشاميل بتاع النشا جميل جميل، جربوه مش هتندموا. جربوه والله، أنا على طول على طول هنعمل بيه، ويمكن شفتوني كذا مرة. هنا بعد ما خلطت وحطيت في قعرة الصينية كده شوية بشاميل، هنحط المكرونة اها. عملتها زي ما قلت لكم طبقات انا ولا حاجة، لان خلطتها كلها بشوية السخينة اللي انا عملتهم. بتبقى المكرونة كلها حايقة وكلها شاربة من السخينة، بيبقى طعمها جميل خالص خالص، احلى من انك تحطيها في النص بس. بسم الله ما شاء الله جميلة. يعني مش عشان ما فيش لحمة مفرومة الدنيا هتوقف، لا والله. وبنعمل كمان الجلاش بنفس الخلطة، وبنزقيه اللبن والبيض بيبقى كمان جميل جميل خالص. يعني ندو امورنا كده ونمشي دنيتنا وما نحرموش عيالنا من اي حاجة. والله حتى الفطير الشرقي اللي عملته معاكم قبل كده برضه ما كانش فيه لحمة، بنفس البصلة اللي انا بنعملها دي السخينة دي. بنفس الطريقة البصلة عليها الفلفل، عليها بسم الله ما شاء الله طماطمايه وتتسبك، بتديكي نفس طعم العصاج ويمكن احلى. ربنا كل واحد بيحللها لقمته وبيحللها عيشته يا حبايبي. الحمد لله على كل حال. هنضيف طبقة كتير من البشاميل على الوش، وهنروح عاد ناخدهم في البلكونة. وخدت صينية البطاطس معايا واديني حطيتهم في الفرن لغاية ما يستووا براحتهم. بصوا زي ما انتوا عارفين انا مش بنحط الحاجة في الفرن ونسيبها، بنقعد ندور فيها كل شوية، نجيب اليمين شمال والشمال يمين عشان تتاخد كلها لون واحد. لان فرن الانبوبة دي حبايبي تختلف عن فرن البوتاجاز. والله حتى فرن البوتاجاز عايزاكي برضه تراعيلها وتقلبيها من هنا ومن هنا عشان تطلع صينيتك كلها مية وحدة. يعني ايه مفارس كلها مية وحدة؟ يعني تطلع كلها شكل واحد. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين حبايبي؟ حاجة جميلة كده وبسم الله ما شاء الله، وتفرحي عيالك. هنا كان عندي العيش ده في الفريزر، فالفرن سخنة بالمرة، رحت طلعته برضه سخنته عشان كان العيش خلص وعنديش دقيق قعد نخبز الاسبوع ده. ادعونا بإذن الله ربنا يكرمنا ويوسع علينا عشان نجيبوا الدقيق كمان ونخبزه. العيش الشمسي رغم انه هو متعب بس بصراحة بيبقى مال البيت خير. بصراحة العيش الشمسي نعمة نعمة كبيرة كبيرة في البيت. الحمد لله على كل حال يا رب. يا رب يدوم علينا الصحة والستر احنا وانتو امين يا رب العالمين.
ويكرم كل مشتاق بالذرية الصالحة. ادعوا لكل مشتاق يا حبايبي، وكل واحدة معاه عيل تعبان ربنا يشفي له عنا، امين يا رب العالمين. ما يسوقكم في عيالكم ويخليهم لكم يا رب، ويعفى عننا وعنيكم ويديكم الصحة وطولة العمر يا رب. وادي يا حبيبي غدانا يا حبايبي، الحمد لله. بس ناقص الملوخية دلع عشان كانوا في الفرن. مع ألف سلامة.